والبطل اللي يلعب ملعب الفرسان. 5 جنيه بمقام 5000 جنيه الايام دي. ده انا واكل عيش وملح معاهم كاني ما يعرفونيش. تركب الحصان ابو وش بشوش. ابو وش بشوش. ابو وش بشوش. هي كبده يا عم صابر. لا اهلا بيكم ومرحبا بنزلة السمان، نزلة السمان. العب على نزله السمان واللي عنده حصان حلو زينا نقدر نقول يا عمنا اهرامات بلدنا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ طلع شكلها بوظت والله بوظها عم صابر. ايه يا حبيبي؟ منور يا حاج صابر. والله انا بسلم على حبايبي هنا واكل معاهم عيش وملح الحاج اسماعيل ابو عزيزه. ايوه يا هلا يا هلا. دول حبايبي. كلم يا يوسف. يلا يا يوسف اركب. انا اركب النعجه دي. ايه؟ حط رجليك يا عمي. افضيك امسكوا مصورهم وهم يدوك حسنتك. ماشي انا يا حاج. فاهم؟ بدخل المدارس بتاع اللي لسه بيتعلموا. تعالى معانا. ما شاء الله. ابوك طيب. لو عندك علينا. اختلف العلماء. اختلف العلماء. يلا بينا. يلا يا حاج صابر هتركب ده؟ ان شاء الله الاحمر يركب يا ريس. سمي الله. ظبط كل حاجه كده. ايوه يا عم صابر سيبك انت. ابوه 100 جنيه. ايه يا عم ده انا واكل عيش وملح معاهم كاني ما يعرفونيش. عشان تعرف. ايه يا عم؟ عم صابر راح ركبنا عند ناس كان شغال معاهم زمان. كان شغال معاهم هو قد يوسف كده. فالمهم رايح بقى يعني ان هم ايه هيعملوا حساب ان هو كان شغال وكده. فقال لك هيروح بقى يروقوا عليا وكده. حاسبوه اكتر من غريب. واحد راكب خيل نفس يعني تهيألي نفس شكله يعني بس الخيل ده ماشي مع عم صابر. وده ماشي مع يوسف وده ماشي معايا. ما شاء الله ماشي. بتعرف تركب ولا تعمل لنا ايه؟ ده انا فارس قديم. ايوه والله انا بعشق الخيل. اقعد اقعد اجري يا شي. وصلنا الملعب وصلنا الملعب. والبطل اللي يلعب. ملعب الفرسان. يلا يا باشا. يلا يا فارس. طب ما يلا اهو. انا مشيت انا اهو. تعالى يا يوسف. شي هات الرد بتاع عم يوسف ده. يوسف ما عرفش يوقف الحصان بتاعه. واللي ما يعرفش يوقف حصانه ما يتقالش عليه خيال. اتفرجوا على الطبيعة. يلا يلا. ايوه يا عم صاب خش اضرب رجلك. ايه ده يا يوسف؟ كعبك معاه. قول له روح يا روح يا يا عم صابر يا حبيبي ايه الاخبار؟ الحمد لله. خش تمام. قدام كده شويه عشان تمام تبان والله كده. حبيبي. ايه الدنيا ركبت الخيل؟ والله الحمد لله تمام. انا من عشاق نزلة السمان بصراحه. بحب بستريح نفسيا لما اخرج من مول الشغل. اه بحب اجي نزلة السمان اتصور جنب الاهرامات
ماشي، خوف وخفرع ومنقرع. بيجي لك يعني راحه نفسيا لما تشوف الارض الصفرا دي. بس انا اسمع ان انت بتريح كنت الأعصاب. شغال هنا زمان شغال، كنت في وليك السياحة. ذكريات هنا. كنت شغال في السياحه زمان مع عيلة ابو عزيزه، اسطبل ايه ابو عزيزه. فمن عشاق ركوب الخيل يعني بصراحه، بحب الخيل جو ده. بتحب الحيوانات برضه انت يا عم مصطفى؟ طبعا، بتخرجك عن مول الشغل خالص. اي شيء انت تغواه لازم وتربيه تفصل فعلا. بتفصل شويه عن مول الشغل، بالظبط. بتريح اعصابك. تيجي تاني يوم تطلع شغلك بتنسى الماضي، بتطلع يوم جديد بتلاقي نفسك عايز تشتغل بقى. تلاقي نفسك عندك شحنه للشغل. بالظبط، اديت لكن- لنفسك وقتك، ادي بقى للشغل وقت. طلعت عن مول الشغل القديم، حد ضايقك في فتره الاسبوع حاجه، طلعت عن المول الشغل، خدت يوم راحه، طلعت يوم ترفيه زي كده، نزلة السمان، تريح اعصابك، تشم هوا نقي، تشوف وجوه حلوه كريمه. ايوه تمام. تنزل بدايه الاسبوع بتلاقي نفسك انت عندك طاقه ايجابيه صح. لراحه البال للناس، بتبسط الناس. خلاص بقى انت ريحت الشغل. تعال نمشي الخيل كده واحنا يلا. ماشيين. يلا حبيبي، انت برضك عود نفسك يا كلاسيك لما تركب الحصان ابو وش بشوش. ابو وش بشوش. ابو وش بشوش. هي كبده يا عم صابر؟ لا والله، ما هي ده برضك هي دي فيها ازواج. برضه حوارات. ابو وش بشوش دي ازاي معنى العلم كحاله طب ما حلوه. ده وشه بشوش اهو. لا ده وشه ابن قبلس، ده شكله من العزبه. والله والله العظيم بيطير يعني قريبي. شكله من العزبه ابن القبلسه ده. وده برضك من عيله راكيه، خلي بالك برضك والله. بتاع يوسف برضك. انتوا حاجتكم احسن ناس، انت لكن انا الشارع. عزبه. الحظ بقى عرف صحابه. ساتر. يلا مش شايف مشكله. البشوش. انت يلا يا اصل انا ما بحبش انقي يا عم صابر، انا جايب من الاخر هي خلي كده. بالك هي حظوظ. بالظبط. والله حظوظ. انا بصراحه يعني احنا هو برضك- عمل معايا الصح، يعني اقول له امشي يمشي، انا مش عايز اكتر من كده يا عم صابر. ما احنا ما كناش متوعدين برضك بصراحه، يعني ما كناش مركزين على خيل معينه برضك، هم الناس ولا تستغرب. حد معين. ولا حد معين. نحن الان في الاهرامات، انا والحاج صابر. منور الدنيا يا عم صابر. ده نورك يا حبيبي يا كلاسيك. مفيش نورك يا كبده حبيبي. النهارده، ها؟ لا، في النهارده يوم خير. ترفيه بقى، يوم راحه. يوم راحه بصراحه. يوم راحه نطلعوا من المول. الهرم الثالث. الهرم الرابع. اهو حبيبي تعال بقى ننزل من هنا. يلا ننزل ونشربوا شويه شاي. ننزل بقى نشرب كوبايه شاي بقى. يا عم صابر انت معذب الحصان؟ حبيبي دي قعده السلطان. ما شاء الله. كده الحصان اسمه سلطان وقاعد قعده السلطان. بس يا سلطان جدع، تسلم. انا حاسس بيك منمل انت كده يا حاج صابر. يا حبيبي. طبعا بقى لما بنركب خيل، يا نهار ابيض على الخيل، عفرنا. عفرنا يا يوسف. بتبقى وراك الاهرامات كده اهوت، بتبقى حاجه حلوه. الاهرامات زهره. الاهرامات طب ما هو الراجل بيقول اهرامات. خوفو وخفرع ومنقرع. ايوه تمام. الناحيه التانيه على يمينك كده اهوت هرم سجاره. هناك خش كده دور يا يوسف. ده هرم كنت بتقول ان انت كنا بنروحوها بالسياح بتوع الهرم المسجره دوت، الهرم اللي هو زي السلالم، الهرم المجرد. بعيد. ده بعيد قوي يا عم الثلاثه صابر. دول بعيد كنا بنمشي حوالي 3 ساعات. تمشي ماشي. ماشي. كنا بنروحوا بالزباين ونقعدوا هناك رحله زي رحله بالزباين خواجات. الهرم سجاره دي رحله عذاب. كنت بتاخد كام بقى في الرحله دي؟ ما ده كنت باخد ملالين في الايام دي. كام مثلا؟ يعني مثلا في اليوم ب5 جنيه. في اليوم ب5 اليوم ب5 جنيه بس غير التبس بقى. بس كانت ال5 جنيه حاجه. كانت لا شلنا ورنا. ال5 جنيه بمقام 5000 جنيه الايام دي. ما شاء الله. والله ما شاء الله. تمام. غير التبس بقى يجي لك حاجه حلوه. الزبون وهو نازل مثلا كانت- مصر كان ينزل لك، يجيب لك هدايا، يجيب لك حاجه براند كده، لبس حلو من عنده هديه، عشان ان انت ماسك الحصان بتاعه، عشان لما يجي يلاقي الحصان بتاعه سعيد، يلاقي الحصان بتاعه متشطف حلو ومستحمي حلو ومتطمر حلو، كل يوم بتحميه بشامبو. هو الزبون اللي بيجيبه لك صاحبه، مش انت بتجيبه على حسابك. هو بيجيب لك الشامبوهات اللي تكفيه 3 شهور او الشهرين. ايوه. كل يوم الصبح تحميه، تطمره الاول. حصانه غاليه بقى دي. حصانه عربي غاليه، بتبقى له شهاده ميلاد وله تاريخ وله قصه وله عيله الخيل دي كانت بتاع خواجات سياح، بيحطوها عند صاحب الاسطبل وياخد منه، بيعامله بالسنه وفي اللي بيعامله بالشهر، بيدفع لصاحب الاسطبل بالدولار. تمام.
وانا كنت في الفتره دي صغير، كنت ماسك 35 حصان عربي بتوع زباين. تمام التمام. اوكلهم ملزوم بالاكل بتاعهم، بالتطمير بتاعهم، بالحمى بتاعهم، والزبون يجيني صاحب السايح ده يجيني في اي وقت بقى، مش ملوش ميعاد، عشان هو الحصان بتاعه بيدفع له اجر، مش هيديك اسراره ان هو يجي مثلا ايه، بيجي لك على ساهيه مره في الشهر مرتين، بيجي لك كل 6 شهور. احكي لنا موقف طب حصل كده معاك. موقف مثلا زي مثلا يا سيدي لما انت ممكن انا كنت شادد على الحصان وصاحب الاسطبل عاوز يركبه لزبون تاني. تمام التمام. لزبون تاني صاحبه جه على ساهيه. تمام التمام. راح مطلع بسرعه، قال لي يا صابر طلع بسرعه هيركب حصان وروح هات الحصان بتاعك مثلا صوت العرب، الحصان عشان الخواجه بتاعه جه. طب وليه تحطني في الموقف ده؟ طب ما احنا كنا غير مستحبين نرجع في الموقف دوت. طلعت من باب تاني كان الاسطبل ببابين. عطلت الزبون على الخواجه بتاعه وقلت له ده بجيبه بحميه شويه، بحميه بالشامبو وبمشيه شويه. تمام التمام. ورحت جبته. تمام التمام. ورحت مديله فوطه كده مبلوله عشان قال يعني اللي هو بيستحمى الحصان. ورحت مدخله للزبون، بس كان موقف مش لطيف. ضايقك يعني. ضايقني انا ان احنا كده بنكذبهم. ايوه المفروض ما نكذبوش، تكون في صدقه قدام الخواجات يا عم. ايوه عشان السمعه. هي حاجه مش بتاعتك فعلا، المفروض ما انت بتاخد لها اكل وشرب بالدولار زي ما انت عاوز. بالظبط. ليه تطلعها بره مع زبون تاني ليه؟ ايوه فدي حاجه مش مستحبه، فالاخلاص حلو في كل حاجه. اكيد طبعا. سر النجاح الاخلاص في اي عمل. سعيد ان شاء الله. خلصنا يا باشا وارتحنا. خلصنا والله الحمد يلا بقى بينا نجري. يلا خش يا يوسف. سيب له يلا. خش روح روح. سيبه او اديله برجلك بس. روح. ايوه سمع صوتك كده. هذا روح روح. سيب له برجلك. ايوه يا عمدس، هودك لتحت. اضرب برجلك بقى. ايوه كده جدع 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 جدع. ده انت روح روح. ايوه كده جدع 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 جدع. ثبت ايدك. خلصت رحلتنا على خير. ابو عزيزه. يلا يا جماعه، نتمنى لكم مشاهده ممتعه. اعملوا بقى لايك وفولو عشان ايه؟ حبيبي. حبيبي.